هو موسم تفاح، جبت لكم كيكة بنينة وسهلة في التحضير ومن وجهي يبان لكم البرهان. اول حاجه كناخدو التفاح ديالنا، جوج تفاحات موين، كنحيدو ليهم اللب ديالهم، من بعد كنقطعوهم سلايس يكونوا رقاق بزاف. كناخدو الحامض ديالنا كنعصروه، جهد ديال كاس ديال العنبه ديال الحامض. كناخدو داك التفاح ديالنا اللي قطعناه كنحطوه في بواط، كنزيدو عليه نص كاس ديال الحامض، واحد فانيا، كنخلطوهم مزيان باش التفاح ديالنا ما يكحاش. كناخدو قشور ديال الحامضه، كاس ديال العنبه ديال السنيده، كنطحنوهم حتى تيوليو بود. كنزيدو عليهم 3 البيضات، نص كاس ديال الحامض وكاس ديال الزيت. كنخلطوهم مع بعضياتهم كاملين، كنحطوهم في بول وكنزيدو عليهم واحد 2 كيسان ونص ديال الفورص و3 الخمارات. كنحطوا الخليط ديالنا في واحد الطاوه، كنساويو العجينه تكون متساويه. من بعد كناخذوا كريم باتيسير وكنحطها الفوق من الكيكه ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا في الفيديو. كناخذ هذوك السلايدز ديالنا وكنستفوهم فوق هذيك الكريم باتيسير. من بعد كناخذ واحد فانيلا، كنكبوها بالتساوي من فوق هذاك التفاح ديالنا. كنشدوا لاطاخ ديالنا وكنحطوها في الفران، كنخليوها حتى طيب. وهاي الكيكه ديالنا واجده، وبالصحه والراحه، كتجي بنينه، يجربوها ما تندموش عليها.